السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا النهاردة في وصفة جديدة ان شاء الله. عايزين نخزن الليمون من السنة للسنة ويتنيه فريش زي ما هو ان شاء الله. انا بعمل الطريقة دي على طول عندي في بيتي. بجيب الليمون، احنا دلوقتي في موسم الليمون. بجيب الليمون واخزنه واعينه لمدة سنة في الفريزر واطلعه كأني لسه شاريها دلوقتي فريش. يلا بينا مع بعضنا نعمل الطريقة بتاعتنا الجميلة. معانا الليمون ومعانا القوارب بتاعت الفريزر ديت. يلا بسم الله. الليمون نبقى مقطعينه كده. يا ريت نغسل الليمون الاول يا جماعه، نغسلاه نغسله الاول. نبتدي نعصر فيه كده. عايزه تعصري بايديك اعصري، عندك عصاره ليمون كده يكون احسن. نبتدي نعصر مع بعضنا. اللي بقى الكميه اللي انت عايزاه، لو حتى عايزه تجيب 10 كيلو تخزنوهم عادي. الليمون دلوقتي رخيص، في اوقات بيجي كيلو الليمون بيبقى ب50 جنيه وب80 جنيه، بيوصل في اوقات 80 جنيه. تعملي الطريقه ديت وتعينيه في الفريزر وبيبقى ما شاء الله كأنك لسه شارياه، احسن ما تعينيه بقشره. واحنا كده دلوقتي يا حبيبي خلصنا كده من عصر الليمون وملينا القوارب بتاعتنا، وناخدها دلوقتي نحطها في الفريزر. احنا دلوقتي الليمون اللي انا كنت عاملاها قبل كده وعيناه في الفريزر. شوفوا، عفوا كده اهوت يا جماعه، تلج اهوت. تطلعيه بقى انت دلوقتي تستخدميه كأنه زي الفريش بالظبط. هو فريش دلوقتي، يبقى طعمه جميل جدا. انا بعمله كده على طول. وكده بيكون فيديو النهارده خلص. يا ريت لو عجبكم تعملوا لنا لايك وشير، ما تنسوش المشاركه في القناه عشان قناتنا تكبر بيكم. وما تنسوش يا حبايبي تفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.